السلام عليكم ومرحبا بكم في واحد الغطسة معرفية جديدة. اليوم غادي ندخلوا في واحد الموضوع مهم بزاف كيهم أي واحد كيفكر يستثمر في العقار في المغرب. كنتكلموا على شراء أرض في 2025، سواء كانت أرض فلاحية في البادية أو بقعة أرضية في شي مدينة باش الواحد يبني عليها. ياك هادشي ولا حديث الساعة مع هاد الدينامية اللي كيعرفها المغرب. فعلا. السلام عليكم. الموضوع ديال شراء الأراضي ديما حاضر بقوة في المغرب، ومع هاد المشاريع الكبرى اللي جاية بحال كاس العالم وزيد عليها برامج دعم ديال السكن اللي كتشجع الناس، الاهتمام كيتزاد. شراء أرض كيبان استثمار مزيان فيه رباح محتمل، ولكن وهذه اللي خاص نسطروا عليها، العملية فيها واحد التعقيدات قانونية وإدارية اللي ضروري الواحد يكون عارفها، ماشي غير أجي وشري. ايه هادشي اللي كاين. داكشي علاش اليوم بغينا نبسطوا الأمور شوية. اعتمدنا على معلومات وتوجيهات من مصادر موثوقة، بحال الدليل الشامل لشراء الأراضي في المغرب 2025. الهدف ديالنا هو نعطيو خلاصة واضحة لأهم النصائح، أهم الخطوات، باش اللي بغى يشري يتفادى المشاكل والنصب اللي ممكن يوقع فيه. يلا نبداو. شنو أول حاجة خاص الواحد يعرفها فاش يبغي يشري أرض؟ أول وأهم حاجة، يعني النقطة ديال الانطلاق، هي أن الأراضي في المغرب ماشي كلها نوع واحد من الناحية القانونية. كاين فروقات كبيرة وأساسية. التمييز المهم اللي خاص كل شيء يعرفه هو بين الأرض المحفظة، يعني اللي عندها تيتر فونسي، والأرض اللي ماشي محفظة، اللي معروفة بالملكية أو الكونترا. واخا خلينا نفصلوا فيهم شوية. نبداو بالأرض المحفظة. هذه هي اللي كنسمعوا عليها أنها مضمونة أكثر. بالضبط. الأرض المحفظة هي اللي كتوفر أكبر درجة ديال الأمان القانوني للمشتري. تيتر فرونسي يعني الرسم العقاري، هو بمثالة بحال اللي قلتي لاكارت ناسيونال ديال ديك الأرض. كيكون مسجل في المحافظة العقارية، واللي هي الجهة الرسمية المكلفة بالسجلات العقارية في المغرب. فيه كل شيء مضبوط، المساحة بالضبط، الحدود شكون هي، شكون هو المالك الحالي والقانوني، والأهم أن عملية التحفيظ فاش كدوز كتصفي الأرض من كاع المشاكل والنزاعات القديمة اللي كانت فيها. يعني فاش كتشري أرض محفظة وكتسجلها في سميتك، صعيب بل مستحيل قانونيا يجي شي واحد من بعد ينازعك في الملكية ديالك. الحق ديالك مضمون. مزيان، هذه نقطة مهمة بزاف. ودابا النوع الثاني اللي هو أرض غير محفظة، اللي بالملكية أو الكونترا. هذه كنلقاوها بزاف في العروبيات والمناطق اللي بعيدة شوية على المدن الكبار. شنو الوضعية ديالها؟ هذه هي اللي فيها كما كنقولوا ريسك شوية كبر. الملكية ديالها ما كتحتاج تسجيل إجباري في المحافظة، كتكون مبنية على وثائق وعقود اللي تقدر تكون قديمة بزاف، بعض المرات عقود عدلية مكتوبة عند العدول، وأحيانا حتى عقود عرفية بين الأطراف بلا تدخل رسمي كبير. في الماضي كانوا كيعتمدوا حتى على شهادة ديال 12 شاهد اللي كتسمى اللفيف العدلي باش يثبتوا الملكية والحيازة. المشكل هنا أن هذه الوثائق ممكن تكون ماشي دقيقة 100%، ممكن يكونوا نزاعات قديمة على الحدود وعلى المساحة، أو حتى شي واحد آخر عنده هو شي ورق قدام كيدعي الملكية. داكشي علاش فاش تبغي تشري أرض غير محفظة، ضروري وأؤكد على ضروري البائع يعطيك أصل الملكية ديالو اللي هو ديك الوثيقة القديمة، وضروري تاخد معاه شهادة إدارية جديدة كتسلمها السلطة المحلية، القايد أو الباشا. وهاد الشهادة كتثبت جوج حوايج مهمة. أولاً أن ديك الأرض ماشي ملك للدولة أو للأوقاف الأحباس، وثانياً أنها ماشي من أراضي الجموع. هذه نقطة مهمة. الشهادة الإدارية ضرورية إذن في غير المحفظ. ضرورية جداً، وماشي أي شهادة، خاصة تكون جديدة، يعني التاريخ ديالها قريب لوقت البيع. وزيد عليها خاص تأكد من الحيازة الفعلية والهادئة للبائع، يعني هو اللي شاد الأرض بالصح وكيستغلها بلا مشاكل مع الجيران أو مع أي طرف آخر. كيفاش؟ تسول الجيران، تشوف واش هو اللي كيزرعها أو كيسكن فيها. هاد النوع فيه مخاطر أكتر ديال النزاعات اللي ممكن تبان حتى من بعد سنين طويلة. وكاين واحد النوع الثالث وسط بيناتهم ياك، اللي هو في طور التحفيظ. شنو هذا عاوتاني؟ إيه، هذه حالة خاصة. هي في الأصل الأرض غير محفظة، ولكن المالك ديالها الحالي قرر يدخلها النظام التحفيظ، يعني يدفع ملف المحافظة العقارية باش ياخد التيتر فونسي. ولكن العملية ديال التحفيظ كتاخد وقت، ممكن شهور ممكن سنوات، وفي هذه الفترة كيكون واحد المرحلة ديال الإشهار باش أي واحد عنده شي حق على ديك الأرض يقدر يدير تعرض.
التعرض هو ببساطة نزاع قانوني، يعني شي واحد كيقول لا هاد الأرض ديالي، أو هاد الحدود ماشي هي هاديك، أو عندي فيها حق ارتفاق. إذن شراء أرض في طور التحفيظ فيه مخاطرة كبيرة، خصوصا للمبتدئين في العقار. علاش؟ حيت تقدر تشريها اليوم وغدا يبان شي تعرض اللي ممكن يوقف لك كل شيء، أو حتى تخسر الأرض كلها أو جزء منها إلى المحكمة حكمات لصالح المتعرض. بعض الخبراء أو المستثمرين المحترفين كيشوفوها فرصة، حيت الثمن كيكون غالبا أقل من الأرض المحفظة، ولكن كيكونوا عارفين المخاطرة القانونية ومستعدين لها. نصيحتي للي يلاه بادي تفادى هاد النوع ما أمكن. معلومة جد مهمة هادي. دابا غندوزو لواحد النوع اللي كيدير مشاكل كبيرة وكينسبوا به على الناس بزاف، أراضي الجموع أو اللي كتسمى الأراضي السلالية. هادي كارثة حقيقية، ومصيدة كبيرة، ومصيدة اللي خاص كل شي يرد منها البال مزيان. أراضي الجموع من سميتها هي ماشي ملك خاص ديال شي واحد، هي ملك للجماعة السلالية ككل، يعني للقبيلة أو للدوار. الأفراد ديال ديك الجماعة السلالية اللي كيتسموا ذوي الحقوق عندهم فقط حق الانتفاع، يعني يقدر يستغلوا الأرض، يزرعها، يبني فيها سكن لراسو، ولكن ما عندوش الحق يبيعها أو يفوتها لواحد من برا القبيلة بتاتا. أي عقد بيع ديال أرض جماعية مع واحد ماشي من الجماعة السلالية الأصلية هو عقد باطل بقوة القانون، يعني فلوسك مشات في الهواء. وخا كاينين قوانين جديدة صدرت مؤخرا، القانون 62/17 و 63/17 و 64/17 باش تنظم هاد الأراضي وتسمح ببعض الاستثناءات تحت شروط صارمة جدا وبموافقة مجلس الوصاية اللي تابع الوزارة الداخلية. القاعدة العامة هي أنها ما كتباعش وما كتشراش خارج إطار الجماعة. ردوا البال بزاف، حيث كاينين سماسرة أو ناس ما كيخافوش الله كيعرضوا هاد الأراضي بأثمنة مغرية بزاف، ولكن في الأخير كتلقى راسك شريتي الوهم. واضحة جدا هاد النقطة ديال الأراضي الجموع. إذن دابا فهمنا الأنواع الرئيسية ديال الأراضي والمخاطر ديال كل وحدة. دابا ندوزو للمرحلة الحاسمة. قبل ما الواحد يعطي حتى ريال، قبل ما يسني على أي ورقة، شنو الخطوات العملية ديال التحقق اللي خاصو يدير؟ ديك اللي كتسمى due diligence بالإنجليزية. هذه هي أهم مرحلة وكنأكد عليها، هي اللي كتحدد واش الصفقة ناجحة ولا لا. هنا فين كيتفادى الواحد النصب والمشاكل. التحقق خاصو يكون مزدوج، تحقق قانوني من جهة وتحقق تعميري من جهة أخرى. نبداو بالتحقق القانوني، شنو فيه؟ يختلف شوية على حساب نوع الأرض. يعني كانت الأرض محفظة عندها تيتر، الخطوة الأولى والضرورية هي تمشي للمحافظة العقارية بنفسك أو عن طريق النوطير ديالك وطلب شهادة الملكية سيرتيفيكا دو بروبريتي جديدة. هاد الشهادة هي اللي كتعطيك الوضعية القانونية الحالية واللحظية ديال الأرض. فيها خاصك تأكد من أولاً واش السمية ديال البائع اللي في العقد هي نفسها اللي مسجدة في الشهادة كمالك. ثانياً واش الأرض نقية، يعني ما عليها حتى شي تقييد بحال رهن بنكي، إيبوتيك أو حاجز تحفظي، سيزي كونسيرفاتوار أو شي حق انتفاع لشي حد آخر. ثالثاً طابق المساحة والحدود اللي مذكورين في الشهادة مع داكشي اللي شفتيه بعينك في الأرض. وهنا فين كيدخل الدور ديال المهندس المساح الطوبوغرافي، يعني ماشي غير تشوف الشهادة صافي، خاص طابقها مع الواقع. وخا هذا بالنسبة للمحفظ، وبالنسبة للأرض غير المحفظ الملكية. بالنسبة لغير المحفظة التحقق يكون أكثر تعقيد شوية. أول حاجة كنطلب من البائع أصل الملكية، يعني ديك الوثيقة القديمة اللي كتثبت كيفاش هو ولا مالك لهذا الأرض، ومن الأفضل يكون هذا الأصل مسجل في الإدارة ديال الضرائب، التسجيل والتمر. هذا التسجيل كيعطيه واحد القوة إضافية. ثاني حاجة كيف ما قلنا قبيلة، الشهادة الإدارية الجديدة من عند القيد أو الباشا اللي كتأكد أن الأرض ماشي ملك الدولة أو الأوقاف أو الجموع، وأنها داخلة في المدار القروي مثلا إذا كانت أرض فلاحية. ثالث حاجة التأكد من الحيازة الفعلية والهادئة والعلنية والمستمرة للبائع، يعني خاص تسول الجيران تشوف بعينيك واش هو اللي مسيطر على الأرض وما عنده نزاع مع حتى واحد. رابعاً ما الأفضل دير واحد البحث إضافي في المحكمة الابتدائية اللي تابعة لها الأرض باش تتأكد واش ما كاينش شي دعوى قضائية مرفوعة بخصوص ديك الأرض. هادشي كيبان معقد، وداكشي علاش الاستعانة بمستشار قانوني، محامي أو نوطير مهمة بزاف في هاد النوع ديال الأراضي. باين الفرق كبير في الإجراءات. دابا ندوزو للشق التالي من التحقق اللي قلتي عليه، وهو التحقق التعميري. هذا كيبان ليا هو الأهم بالنسبة للواحد اللي باغي يبني. هو الأهم والأخطر إلى تهملو. التحقق التعميري
هو اللي كيجاوبك على السؤال الجوهري: أشنو نقدر ندير بهذه الأرض؟ شنو مسموح لي نبني فيها قانونياً؟ الخطأ القاتل اللي كيديروا بزاف ديال الناس هو كيشري أرض، وفاش كيمشي ياخد رخصة البناء كيفتاجئ أن ديك الأرض مخصصة لمنطقة خضراء أو مبرمج فيها طريق أو مسموح فيها غير بفيلا، وهو كان باغي يدير عمارة أو العكس. باش تتفادى هاد الكارثة كاين وثيقة واحدة رسمية وضرورية، مذكرة المعلومات التعميرية أو Note de renseignement urbanistique. هاد المذكرة كتطلبها من الوكالة الحضرية Agence Urbain اللي تابعة لها المنطقة. الوكالة الحضرية هي المؤسسة العمومية المسؤولة على التخطيط العمراني وتطبيق قوانين التعمير. باش تطلبها غالباً كتحتاج لواحد تصميم توبوغرافي، بلان توبوغرافيك، كيديروا مهندس مساح توبوغرافيك كيبين الموقع والحدود ديال الأرض. هاد المذكرة هي اللي كتقول لك بصفة رسمية وملزمة للإدارة طبيعة المنطقة اللي كاينة فيها الأرض، منطقة فيلات، عمارات، صناعية، سياحية، فلاحية، شنو نوع البناء المسموح به، شحال ديال العلو، شحال معامل استعمال الأرض COS، واش كاين شي قيود خاصة، والأهم واش داخلة في شي تصميم تهيئة مستقبلية أو مشروع ذو منفعة عامة. نصيحتي الذهبية: عمرك وأكد عمرك تعطي حتى عربون أو تسيني على وعد بالبيع قبل ما تشد هاد المنكرة في يدك وتفهمها مزيان، أو يعاونك شي مهندس معماري أو نوتير باش يفهمها لك. هذه هي الضمانة ديالك باش تعرف فين كتحط فلوسك. هاد النقطة ديال مذكرة المعلومات التعميرية بصح حاسمة، وكتزيد تأكد على أهمية الاستعانة بالمهنيين المختصين. أكيد الواحد ما يقدرش يدير هادشي كله بيفته، خصوصاً إلا ما كانش عنده خبرة في الميدان. ضروري تستعن على الأقل بثلاثة ديال المهنيين. الأول مهندس مساح توبوغرافي معتمد، انجينيور جيومتر توبوغراف، هو اللي كيدير ليك التحديد الدقيق ديال الأرض، كيتأكد من المساحة والحدود على أرض الواقع، وكيدير التصاميم اللازمة بحال التصميم اللي كتحتاجه لمذكرة المعلومات. الدور ديالو أساسي خصوصاً في الأراضي غير المحفظة أو اللي فيها شك في الحدود. الثاني مستشار قانوني، هنا عندك اختيار بين النوتير أو العدول أو محامي متخصص في العقار، هو اللي كيفحص لك سلامة الوثائق القانونية، الملكية، شهادة الإدارية، شهادة الملكية، كينصحك وكيتكلف بتحرير العقود، الوعد بالبيع والعقد النهائي بطريقة قانونية تحمي الحقوق ديالك. الثالث ممكن يكون وكيل عقاري مرخص وموثوق، هو كيسهل لك عملية البحث ويقدر يكون عنده معلومات على السوق، ولكن رد البال الوكيل العقاري ماشي هو اللي كيضمن لك الصفقة من الناحية القانونية بحال النوتير. الدور ديالو تجاري بالأساس، خاص تختار وكيل عنده سمعة مزيانة. مزيان هاد التوضيح ديال الأدوار. دابا من خلال هاد الشي كله كيبانوا شي أخطاء شائعة اللي الناس كيطيحوا فيها بزاف فاش كيكونوا في عملية الشراء. نقدروا نلخصوا أخطر هاد الأخطاء باش الناس يتفادوها؟ أيل بزاف للأسف، ولكن نركزوا على اللي كيتكرروا وكيكونوا العواقب ديالهم وخيمة. الخطأ الأول والأكثر شيوعاً كيف ما قلنا، إهمال مذكرة المعلومات التعميرية. بنادم كيتسرع وكيشري بناء على كلام البائع أو السمسار، وفي الآخر كيلقى راسو شاري أرض ما صالحش للغرض اللي شراها على قبله. الخطأ الثاني الثقة الزايدة والعمياء في البائع أو في السمسار. ضروري تدير تحقق ديالك الخاص والمستقل، ما تعتمدش على الهضرة أو الوعود الشفوية، كل شيء خاص يكون بالوثائق الرسمية. الخطأ الثالث المغامرة بشراء أرض في طور التحفيظ بلا ما يكون المشتري عنده خبرة قانونية كافية باش يقيم المخاطر ديال التعرضات المحتملة. الخطأ الرابع الطيحة في الفخ القاتل ديال شراء أراضي الجموع من عند ناس ما عندهمش الحق يبيعوها. الخطأ الخامس عدم الاستعانة بمهندس مساحة طوبوغرافي، خصوصاً فاش كتشري أرض غير محفظة أو أرض كبيرة أو أرض فلاحية. الحدود والمساحة ضروري تضبط بدقة لتفادي النزاعات مع الجيران مستقبلاً. الخطأ السادس والأخير اللي مهم بزاف عدم حساب التكاليف الإجمالية للصفقة. بزاف كيحسبوا غير ثمن الأرض اللي كيتفاهموا عليه مع البائع، وكينساو المصاريف الأخرى اللي ماشي قليلة: واجبات التسجيل والطامبر، أتعاب النوتير أو العدول، مصاريف المحافظة العقارية، وأتعاب المهندس الطوبوغرافي. هذه المصاريف كاملة ممكن توصل حتى ل 9 و 10% زيادة على ثمن الشراء الأصلي. خاص الواحد يكون دير حسابه لهذا الشيء من الأول باش ما يتفاجاش. هذه لائحة مهمة ديال الأخطاء اللي خاص تجنبها، ولكن كاين واحد الهاجس آخر عند الناس، هو الخوف من النصب والاحتيال، خصوصاً أن المبالغ كتكون كبيرة.
كيفاش الواحد يقدر يحمي راسه وفلوسه من نصابة في مجال العقار؟ هي الأقوى والأكثر فعالية لحماية المشتري من أغلب عمليات النصب الكبيرة، وهي الدفع الآمن والمؤمن عبر الحساب المهني الخاص بالنوتير. نشرحها ببساطة. القاعدة الذهبية رقم 1: عمرك تحت أي ظرف تخلص الثمن ديال الأرض كامل أو جزء كبير منه كاش فلوس صحيحة فيدي للبائع مباشرة، أو دير تحويل بنكي فيغمون للحساب الشخصي ديال البائع أو ديال السمسار قبل ما يتم تسجيل العقد النهائي في سميتك. هذه هي الطريقة المفضلة عند النصابة. الحل الآمن هو تفرض على البائع في العقد، الوعد بالبيع أو العقد النهائي، أن الثمن كامل ديال البيع يتم الإيداع ديالو في الحساب المهني ديال النوتير اللي مكلف بالصفقة، كونت بروفيسيونيل دو نوتير أو كونت دو ديبو على CDG. هذا الحساب هو حساب خاص ومحمي قانونياً ومراقب من طرف الدولة، صندوق الإيداع والتدبير CDG. النوتير كيكون هو المؤتمن عليه. الفلوس كتبقى مجمدة فيه وما كيتوصل بها البائع حتى كيتم التأكد من أن جميع الشروط تنفذات، وأهمها هو تسجيل العقد النهائي ديال البيع في المحافظة العقارية ونقل الملكية رسمياً لسميت المشتري. يعني النوتير كيلعب دور الطرف الثالث المحايد، تيغ دو كونفيونس، اللي كيضمن حق الطرفين. هاد الطريقة بوحدها كتبطل مفعول أغلب سيناريوهات النصب اللي كتعتمد على أن البائع يشد الفلوس ويهرب أو يتماطل في التسجيل. إذن فرض الدفع عبر حساب النوتير هو أقوى ضمانة لفلوسك. هذه نصيحة من ذهب بصح. الدفع عبر النوتير كيبان هو الحل الساحري. واش كاين شي احتياطات أخرى؟ أكيد، زيد عليها التحقق المباشر والشخصي من هوية البائع. طلب تشوف بطاقة التعريف الوطنية ديالو وطابقها مع اسمية لي في الوثائق الرسمية، شهادة الملكية مثلا. إذا كان وكيل، تأكد من صحة الوكالة ونطاق الصلاحيات ديالها. التعامل فقط مع المهنيين المرخصين والمعروفين بالسمعة الحسنة، سواء نوتير، عدول، مهندس أو وكيل عقاري. بعد عن السماسرة العشوائيين اللي ما عندهم حتى شي ضمانة. الحذر الشديد من العروض اللي كتبان مغرية بشكل خيالي، يعني ثمن أقل من السوق بكثير بلا سبب واضح ومنطقي. غالباً كتكون همزة مسمومة وراها شي مشكل أو عملية نصب. كما كيقول المثل: الرخص كيخلي النص. ما تسني على حتى شي ورقة ما فهمتيهاش مزيان أو ما قريتيهاش كلمة بكلمة. إذا شكيتي في شي بند، طلب توضيح من النوتيرة ديالك. هذه الاحتياطات مع الدفع عبر النوتير كتقلل بشكل كبير جداً من خطر الوقوع في ضحية نصب. ممتاز، هادشي كيطمئن بزاف. دابا لنفترض أن كل شي داز مزيان، تم التحقق، تم الاتفاق، والعقد النهائي تسن عند النوتير، والفلوس دازت عبر الحساب ديالو. واش هنا صافي المشتري تهنى وسألت المسؤولية ديالو؟ تقريباً، ولكن ماشي 100%. كتبقى واحد الخطوات إدارية أخيرة اللي كيتكلف بها النوتير أو العدول، ولكن مهم المشتري يكون عارفها ويتابعها. بعد التوقيع على العقد النهائي ودفع الثمن، النوتير كيقوم بجوج عمليات أساسية. الأولى، تسجيل العقد لدى إدارة الضرائب، مصلحة التسجيل والطنبر. هنا كيخلص المشتري واجبات التسجيل والطنبر اللي كتكون نسبة مئوية من ثمن الشراء. حالياً حوالي 5% للأراضي الحضرية و6% للأراضي الفلاحية، ولكن هذه النسب ممكن تتغير. الثانية وهي الأهم، تقييد العقد المسجل في المحافظة العقارية. هذا التقييد inscription هو اللي كينقل الملكية رسمياً وقانونياً من سمية البائع لسمية المشتري في الرسم العقاري، التيتر. بلا هذا التقييد، الأرض كتبقى قانونياً ديال البائع وخا خلصت الثمن. هاد جوج عمليات كياخدوا شوية الوقت، أيام أو أسابيع على حساب كل محافظة. من بعد ما يتم التقييد، من حق المالك الجديد يمشي للمحافظة ويطلب شهادة ملكية جديدة اللي كتكون دابا بالسمية ديالو هو. هذه هي الوثيقة النهائية اللي كتثبت أنه هو الملك الجديد والرسمي للأرض. إذن مهم الواحد يتواصل مع النوتير ديالو ويتأكد أن هاد جوج مراحل، التسجيل والتقييد، تموا بنجاح. ضربة في العقار. السؤال هو، يلا شريت أرض، خصوصاً أرض حضرية، يعني داخل المدينة أو في مركز مجهز، وخليتها خاوية ما بنيتهاش لسبب من الأسباب. واش كاين شي ضريبة خاصني نخلصها عليها كل عام؟ نعم، الجواب هو نعم. كاينة ضريبة خاصة بهذه الحالات. وضروري الناس اللي كيشريوا أراضي باش يخليوها أو يستثمروا فيها على المدى الطويل يكونوا عارفينها. كتسمى رسمياً الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والاختصار ديالها هو TNB Tax sur les terrains urbains non bâtis. شكون اللي كيخلصها؟
كيخلصها المالك ديال أي أرض كتواجد داخل المدار الحضري للمدن والمراكز المحددة اللي عندها وثائق تعمير مصادق عليها أو في المناطق المجهزة بغيمتر داميناجمون، وكتكون هذه الأرض غير مبنية. يعني جوج شروط أساسية: تكون داخل المنطقة الحضرية أو المجهزة، وتكون ما مبنياش أو فيها بناء بسيط جدا لا يتناسب مع طبيعة المنطقة. الأراضي اللي خارج هذه المناطق، مثلا الأراضي الفلاحية في البادية، معفاة من هذه الضريبة. الهدف المعلن ديال هذه الضريبة هو تشجيع الملاك على بناء الأراضي ديالهم والمساهمة في التنمية العمرانية، والحد من ظاهرة الأراضي البيضاء اللي كتبقى مجمدة لسنوات طويلة بهدف المضاربة فقط، اللي كتؤدي لارتفاع أسعار عقار. كتخلص كل سنة والحساب ديالها كيكون بالمتر المربع. الثمن ديال المتر المربع كيختلف على حساب المنطقة اللي فيها الأرض، واش منطقة فيلات، منطقة عمارات، منطقة أنشطة اقتصادية. حالياً حسب القانون الضريبي الأسعار كتراوح بين 2 دراهم للمتر المربع سنوياً كحد أدنى، و20 درهم للمتر المربع سنوياً كحد أقصى في المناطق ديال العمارات مثلاً. ولكن كاين توجه واضح في المغرب باش يرفعوا من هاد التعريفات مستقبلاً بشكل كبير، خصوصاً في المناطق اللي فيها ضغط عقاري كبير. سمع دا كلام على أنها ممكن توصل 30 درهم للمتر أو أكثر في بعض الحالات في المستقبل القريب. يعني واحد عنده بقعة ديال 500 متر مربع في منطقة ديال الفيلات مثلا ممكن يلقى راسو كيخلص آلاف الدراهم كل عام غير كضريبة على أرض خاوية. هادشي مهم بزاف الواحد يديرو في الحسبان ديالو في التكلفة الإجمالية لامتلاك الأرض. واش كاين شي حالات ديال الإعفاء من هاد الضريبة؟ نعم، القانون كينص على بعض حالات الإعفاء، ولكن أغلبها مؤقتة. مثلا كتكون معفي مؤقتا إلا كانت عندك رخصة بناء سرية المفعول ومازال في الأجل القانوني ديالها، أو إلا كان مانع قانوني أو إداري كيمنعك من البناء. كاينة إعفاءات أخرى مرتبطة ببعض المشاريع الاستثمارية الكبرى، ولكن القاعدة العامة هي أن الأرض الحضرية غير المبنية خاضعة لهذه الضريبة. وما ننساوش ضريبة أخرى مهمة، ماشي سنوية، ولكن كتكون فاش كتبغي تبيع الأرض اللي شريتي من بعد وربحتي فيها، وهي الضريبة على الأرباح العقارية المعروفة بالTPI Taxe sur les profits immobiliers. هذه كتخلص على الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء زائد المصاريف، والنسبة ديالها غالبا كتكون 20% من الربح الصافي. شكرا بزاف على هاد التوضيحات كاملة. إذن إلا بغينا نديروا واحد الخلاصة مركزة لهاد التحليل المعمق ديالنا اليوم، شنو أهم النصائح اللي نخرجوا بها الواحد ناوي يشري أرض في المغرب في 2025؟ اللي عندها تيتر فونسي لأنها توفر الأمان القانوني الأكبر. ثانياً، لا تتردد أبداً في القيام بالتحقق المزدوج والعميق: التحقق القانوني، شهادة الملكية، أصل الملكية، الشهادة الإدارية، والتحقق التعميري، مذكرة المعلومات التعميرية من الوكالة الحضرية. هذه المذكرة ديال التعمير ضرورية قبل أي التزام مالي. ثالثاً، لا تستغني عن الاستعانة بالخبراء والمهنيين الموثوقين: مهندس مساح توبوغرافي ومستشار قانوني، نطير، عدول أو محامي متخصص، وممكن وكيل عقاري مرخص. هذه المصاريف هي استثمار في السلامة ديال الصفقة. رابعاً، وهذه كنأكد عليها مرة أخرى بقوة: لا تقم بدفع أي مبلغ مالي إلا عبر القنوات الآمنة، وأفضلها هو الحساب المهني للنوتير. هذه هي الحماية القصوى لفلوسك من النصب. خامساً، رد البال من الفخاخ الكلاسيكية: أراضي الجموع والأراضي في طور التحفيظ اللي فيها تعرضات، والأثمنة لأقل من السوق بشكل مريب. وأخيراً، دير حسابك للتكاليف كاملة، ماشي غير ثمن الأرض، ولكن حتى الرسوم والضرائب، التسجيل، المحافظة، الضريبة على الأراضي غير المبنية TNB إلا كنتي غتخليها خاوية. شكرا جزيلا على هذه النصائح القيمة والشاملة. فعلا المعرفة والتحقق المسبق هما المفتاح لصفقة ناجحة وآمنة. بالضبط. وكإضافة أخيرة للتفكير، المغرب غادي في واحد المسار إيجابي ديال تحديث القطاع العقاري، الرقمنة ديال الإجراءات في المحافظة العقارية، والتوجه نحو التعميم نظام التحفيظ العقاري ليشمل أغلب الأراضي مستقبلاً. هاد الشيء في حد ذاته كيبشر بمزيد من الشفافية والأمان للمستثمرين على المدى الطويل. ولكن هاد التوجه كيأكد مرة أخرى على أهمية أن المشتري اليوم في هذه المرحلة الانتقالية يكون واعي ومسلح بهذه المعلومات القانونية والتقنية باش يقدر يتاخذ قرار سليم ويدخل هذا الاستثمار وهو عارف شنو كيدير وعارف حقوقه وواجباته. المعرفة المسبقة هي فعلا السلاح الأقوى للمشتري في السوق العقاري.
فعلا المعرفة قوة. كنتمنى هذا التحليل يكون فاد المستمعين الكرام اللي كيفكروا في هذه الخطوة. شكرا مرة أخرى على هذه المعلومات القيمة. شكراً على الاستضافة، وكنتمنى التوفيق للجميع في المشاريع ديالهم. شكرا لكم على المتابعة، ونتلقاو في غطسة معرفية جديدة قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.